الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وسلم على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ونحن في السويعات التي صادفت مصرع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. علينا أن نستحضر تلك الصور المريعة والمفجعة التي خلدتها ملحمة الطف. لا أظن أن التاريخ سجل ملحمة أعظم ولا أروع ولا أجل من ملحمة الطف. علينا أن نستحضر الحسين عليه السلام وحيدا فريدا يطلب النصرة من أولئك القوم الذين دعوه لينصروه فعدوا عليه يقاتلوه. علينا أن نستحضر الحسين عليه السلام حاملا طفله الرضيع يطلب شربة من الماء لهذا الطفل، لكنه يفاجأ بسهم يفطم هذا الطفل من قبل أن يفطم، ذابحا إياه من الوريد إلى الوريد. علينا أن نستحضر الحسين عليه السلام وهو يخر من على فرسه بطلا مضحيا مجاهدا باذلا كل ما في وسعه في سبيل إحياء هذا الدين، في سبيل إعادة الحق، في سبيل إبقاء شريعة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. علينا في هذه اللحظات أن نتذكر 3 نقاط رئيسية أختصرها في بضع دقائق حسب ما يتسع له الوقت وحسب ما يتسع له المقام. النقطة الأولى: علينا أن نعلم أن الحسين عليه السلام ضحى بكل شيء. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين، فداه كل جنين. ما رأينا أحدا على طول التاريخ أعطى كل شيء في سبيل الله، ابتداء من طفله الرضيع مرورا ببقية أبنائه وأبناء أخيه وإخوته، منتهيا بنفسه الزكية الشريفة التي لا يوجد على ظهر الأرض مثيل لها ولن يوجد. كل ذلك في سبيل الحق، في سبيل الدين، تضحية من أجل هذا الدين. إذن علينا أن نستذكر ونحن نعزي ونحن نسير في هذه المواقف أننا في صدد نصرة ذلك المبدأ الذي ثار من أجل الحسين عليه السلام. علينا أن لا نغفل عن المبادئ التي ثار من أجلها الحسين عليه السلام. حين نلطم صدورنا أو تذرف عيوننا دمعا، علينا أن نتذكر العبرة قبل العبرة. العبرة تعني تلك الأهداف التي قدم الحسين عليه السلام من أجلها ما قدم، تعني تلك المبادئ التي ثار من أجلها الحسين، تعني ذلك الدين الذي أرسى دعائمه الحسين عليه السلام. وإلا فلن يكون لمسيرتنا هذه ولا للطمنا على صدورنا ولا
دموعنا أي معنى، بل سيكون الأمر عكس ذلك، سيكون والعياذ بالله من أولئك الظالمين الذين ظلموا محمدا وآل محمد. إذا لم نكن بصدق نعبر بهذا السلوك انتماء إلى نهج الحسين، إلى قضية الحسين، إلى مبدأ الحسين، فلن نكون ناصرين للحسين بمجرد لطمنا لصدورنا وبمجرد لبسنا السواد وبمجرد المشي في مسيرة طالت أو قصرت. الحسين عليه السلام ثار من أجل قضية كبرى وهي هذا الدين. علينا أن نتمثل هذا الدين في نفوسنا، علينا أن نتمثل هذا الدين في سلوكنا، علينا أن نستذكر وقفة أمير المؤمنين عليه السلام ليلة الهرير وهو يبسط سجادة صلاته ليصلي صلاة الليل، فيعترض عليه معترض ويقول أهذا وقت صلاة؟ قال إذن على ما قاتلنا القوم، إنما قاتلناهم من أجل هذه الصلاة. إذن لا ينبغي أن يكون مسيرتنا أو عزاؤنا بعيدا عن هذه الأهداف المقدسة التي ثار من أجلها الحسين. علينا أن نراجع أنفسنا وديننا ونحن نعزي الحسين ومصاب الحسين. علينا أن نرجع إلى ذواتنا مقيمين، هل نحن فعلا على الخط الذي سار عليه الحسين؟ هل نحن فعلا على المبادئ التي جاء من أجلها الحسين؟ هل نحن فعلا على القيم التي ضحى من أجلها الحسين؟ أو أننا والعياذ بالله في المعسكر المقابل للحسين عليه السلام؟ أرجو أن لا نكون كذلك، لكن علينا مراجعة الذات. هذه المسيرات يجب أن لا تكون مفوتة للصلاة كما ألححنا في السنوات المقبلة، أن تقف هذه المسيرة عند وقت الصلاة، لأن هذه المسيرة ما كانت ولا تكون إلا من أجل الصلاة. فأن نكون معزين لتضيع علينا فريضة الصلاة، هذا يعني أن ضيعنا القيمة التي من أجلها قمنا بهذه المسيرة. هل نحن فعلا مؤدون لحقوق آل البيت عليهم السلام؟ نحن نلعن الظالمين لحق آل محمد، أوليس الخمس مثلا حقا من حقوق آل محمد؟ أوليس من يمتنع عن دفع الخمس لآل بيت رسول الله صلى الله عليهم جميعا ظالما لآل محمد؟ أوليس تارك الحج، أوليس تارك الزكاة، أوليس تارك الأمر بالمعروف، أوليس ظالما لمحمد وآل محمد؟ كل ذلك ظلم لآل محمد. علينا أن نراجعه في أنفسنا حين نسترجع ذكر الحسين وحين نقف هذا الموقف معزين أنفسنا بمصابنا بالحسين عليه السلام. ثانيا، علينا أن نتذكر تلك التضحيات الجسام ونراجع أنفسنا، هل نحن مستعدون فعلا للتضحية بأنفسنا في سبيل هذه القيم؟ هل نحن مستعدون للتضحية بأموالنا في سبيل هذه القيم؟ أم أنها مجرد شعارات يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، وإذا جد الجد قلتم حيدي حياد؟ لا، الذي نفهمه من هذه المسيرات أنها مسيرات ترسي في أنفسنا قيم التضحية، قيم الدفاع عن الدين، قيم الدفاع عن شريعة سيد المرسلين. لا أطيل عليكم الحديث، وآمل في الكلمة الثالثة أن تبقى هذه الشعائر ما بقي ذكر الحسين عليه السلام. كثير هم أولئك الذين يحاولون إبعادنا عن هذه الشعائر تحت حجة أخرى،
كثير هي تلك الأبواق التي صارت تنعق في كل زاوية وزاوية لتبعدنا عن هذه الشعائر، مرة باسم الهتك وأخرى باسم التشويه الحضاري لمذهب الشيعة، وثالثا باسم ماذا؟ المهم أنهم يريدون القضاء على هذه الشعائر. القضاء على هذه الشعائر الحسينية هو مقدمة أولى للقضاء على قضية الحسين، والقضاء على قضية الحسين يعني القضاء على جوهر التشيع، والقضاء على جوهر التشيع يعني القضاء على جوهر الدين. هذه هي المعادلة، لكنها تبدأ من هذه النقطة. علينا أن نستشعر الخطأ ونستشعر الخطأ. بعض الأوقات تنطلي على كثير منا بعض الكلمات المنمقة من بعض الأفواه التي تدعونا لترك هذه المسيرات وهذا اللطم وهذا التطوير وهذا. لا أناقش المسألة هنا من زاوية فقهية، فلكل منا مقلد يرجع إليه بالفتوى، لكني أناقشها من زاوية ثقافية. بقاء الحسين عليه السلام ببقاء هذا المنبر، ببقاء هذه المسيرات، ببقاء هذه الشعائر، وبقاء الحسين يعني بقاء التشيع، وبقاء التشيع حقيقة يعني بقاء الدين. إذا أردنا أن نذهب الدين علينا أن نبدأ بهذه الخطوة، وهذا ما يريده أعداء الحسين. فلنصر جميعا على بقاء هذه الشعائر من أولها إلى آخرها، ونطور من حال هذه الشعائر، ونشترك في كل هذه الشعائر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظم الله أجورنا وأجوركم، ومعذرة على الإطالة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.